هل الارقام اللي بنشوفها حقيقيه؟ ناس كتير بتقولك شوف زياده الاسعار وشوف الارقام بتقول ايه عشان تخليك تشتري. بس قبل ما تقرا الارقام لازم تعرف حاجه مهمه. لكل رقم بتشوفه اسباب وعوامل في الزياده والنقصان. ولما تيجي تشوف زيادات ب 100% او 50%، اعرف الوقت اللي الزياده حصلت فيه دي كان سببها ايه، عشان تعرف تحسبها صح. ان الزياده اللي هتحصل ليك بعد شرائك للعقار ده هتحصل ولا لا، وممكن تكون نسبتها قد ايه. الفتره من 2021 لحد النهارده حصلت زيادات ضخمه لاسعار العقارات في دبي، بس كان في عوامل مساعده. كان من ضمنها نزول الاسعار في وقت الكورونا، وده زود الطلب على العقارات للمستثمرين وكمان الناس الاند يوزر. وبعدها حصل التضخم اللي هو غير قيمه الفلوس نفسها، وبالتالي دي تعتبر زياده وهميه بالنسبه للاسعار. ومن هنا تيجي تشوف هل الزياده دي هتفضل موجوده ولا لا. التحليل للفتره الزمنيه الجايه، اكيد في زياده هتحصل للاسعار بسبب العوامل اللي الامارات اعلنت عنها الفتره اللي فاتت، زي اكبر مطار في العالم، والزياده السكانيه المستمره، وافتتاح مترو جديد في اماكن مختلفه. وكل دي عوامل تزود الاسعار، بس مش بنفس الزياده اللي حصلت قبل كده. ومن هنا لما تشوف اي زياده في الفتره اللي فاتت، اوعى تتوقع نفس الزياده هتحصل لو انت كمان اشتريت، عشان عوامل زياده الاسعار دايما بتكون مختلفه.